بلوى المسيحة، قنبلة الجيل، قنبلة الموسم. انا ما اعرفش الراجل ده جه الدوري المصري ازاي. احنا يا جون كلاعبي الكوره في قدام بنقول لك انت عينك رهيبه، عينك جميله جدا لما تجيب لنا لعيب زي اخوان بزيرة ده. اقسم بالله ده يلعب دوري اوروبي، والله مش بجامل. بص كده على اللعيبه في الدوريات الاوروبيه وبص عليه، اقسم بالله بيرقص اي حد وبيوقع اي حد. والمشكله هنا بقى ان هو عامل ضغط على ناس تانية، عامل ضغط على ناس تانية. النهارده بيمسك الكوره الشوط الاولاني دي برضو من الفرص اللي هي في الشوط الاولاني، بس هو طبعا كانت الزاويه ضيقه عليه اللي هو حطها، اللي هو رقص وعدى وحطها في الضيقه، جت في ايد الحارس وطلعت كورنر. شوف هو وقف على الكوره ازاي، وشوف رقص ازاي، وشوف عدى ازاي، وشوف بيحطها في الضيقه ازاي. واحد يقول لي كان يعملها بالعرض، هيعمل بالعرض ازاي وهو المدافع جاي وفي مدافع وفي حارس مرمى؟ هو حطها وبختك يا ابو بخيت، واخد بالك؟ شوفوا بقى الكنترول بتاعه وهو بيمسك الكوره وبيروح للراجل، مع ان اللي بيلعب عليه النهارده لعيب كوره محترم، ولكن اي حد هيلعب عليه الفتره اللي جايه يا سواد السواد. الراجل ما بيخافش، الراجل بيمسك الكوره هو اللي بيروح لك عشان يرقصك. والنهارده خد انذار، ما يعني انذار عادي جدا المفروض ان هو ما ياخدوش، مع ان دغموم ده اللي خد بسبب الانذار عامل يجي 4 فاولات، مفروض ان هو كان لازم ياخد طرد النهارده دغموم ده. ولكن انا مش عارف الحكم ده هو دغموم ابن اختك، اعتراضات ويخش على الرجل ويخش ويزق ويضرب والكلام ده وانت مديله الحمايه، مع ان بريزا دخل عليه في كوره وما فيهاش حاجه، ده احتكاك عادي، فاول عادي تكتيكي. انت قمت جاي جري وقمت جاي مطلع الانذار. بصراحه النهارده اقل حاجه في المباراه حكم المباراه، حكم يعني ضعيف. قول من هنا لبكره، وبعد كده المفروض ما يحكمش تاني ماتشات كبيره، لان شكله متوتر، شكله خايف. لما انت هتخاف في مباراه زي دي، امال هتبقى كويس في امتى؟ يعني في مباراه اصلا كلها، ده انت النهارده تتصيد في المباراه دي.